بصفتي متخصص في الكبد، لدينا عيادة مخصصة للكبد الدهني. هذا الكبد الدهني غير الكحولي الذي نسميه الآن الكبد الدهني الأيضي هو مشكلة شائعة جدا. تقريبا 1 من كل 3 أشخاص في الهند وحول العالم يعانون من هذا الكبد الدهني. يرتبط بشكل رئيسي بالخلل الأيضي وزيادة الوزن والسمنة والسكري وما إلى ذلك. ما هو مهم معرفته هو أن حوالي 20 إلى 25% من المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني يمكن أن يتعرضوا لتلف في الكبد، ويمكن أن يكون صامتا وينتهي بتليف الكبد، وهو حالة خطيرة جدا قد تحتاج أحيانا إلى زراعة كبد. لذلك نهدف إلى اكتشاف هؤلاء المرضى في مرحلة مبكرة، ومن أجل ذلك لدينا عيادة مخصصة للكبد الدهني، حيث يتم الاهتمام بجميع جوانب الكبد الدهني، بما في ذلك الحالات الأخرى مثل السكري والسمنة، إما من خلال النصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة أو من خلال الأدوية. أحياناً نقوم أيضاً بإجراء بعض الإجراءات، ولدينا معدات أو تكنولوجيا مخصصة لتشخيص الكبد الدهني وتليف الكبد في مرحلة مبكرة جداً. لدينا أحدث نسخة من الجهاز المسمى فيبروسكان، وهو الأداة الأكثر توصية للتحقيق في الكبد الدهني. لذلك هي عيادة شاملة حيث يمكن علاج جميع أنواع المشاكل المرتبطة بالكبد الدهني واكتشافها في مرحلة مبكرة، والفكرة هي منعها من التطور إلى مرض أكثر تقدماً.